رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنهم فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وضيفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاط في نفسه وخرجت أن يطلع عليه الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنهم فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام نبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله عندما كنت وأتبع سيارة حمامة تركها وكان الناس بقوله حسن لا 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 تلاها إني هديك الله غفور الله رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is a creator, He is a sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the sun, praising on them for what is and what was the goal of your iman. Don't give it to shaitan, or you will be linguistic. Thanks to Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Rasulullah. Hadith number 1 says, actions are but by intention, and every man shall have but that which intended, that he whose migration was for Allah and His Messenger, and he whose migration was to achieve some worldly benefit or to take some woman in marriage, his migration was for that which he migrated. Hadith number 9 says,
Critics will say in everything I do every day. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim. Critics, I know I need to eat so that I will grow. We are Muslim. Critics, we know you need to eat so that you will grow. When you eat, you say Bismillah. When you fool, you say Alhamdulillah. When you eat, you say Bismillah. And when you fool, you say Alhamdulillah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Hadith number 5. He who invents something in this matter of ours that is not of it will have been rejected. Hadith قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Hadith number 15. Let him who believes in Allah and the last day enter speak good or keep silent, and let him who believes in Allah and the last day be generous to his neighbor, and let him who believes in Allah and the last day be generous to his guest. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تكتب فردد مرارا قال لا تكتب. Hadith number 16. A man said to the Prophet, may the blessing and peace of Allah be upon him, counsel me. He said, do not become angry. The man repeated his request several times, and he said, do not become angry. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسي وخرجت أن يطلع عليه الناس. Hadith number 27. Righteousness is good morality, and wrongdoing is that which wears in your soul, and which is like people fighting out about. Hadith قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Hadith number 41. None of you truly believes until his inclination is in accordance with what I have brought. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحها وذلك الناس بخلق حسن لا ضلال ولا جناح. Hadith number 5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Hadith number قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليكرم ضيفه